فيما يخص المحكمة كافة الإجراءات فعلا هي محكمة معتبرة، المحاكمة الشفافة، والصحافة تدور إن شاء الله وتعود علنية، والصحافة عندها الحق في الدخول. السلام عليكم ورحمة الله. انتم صحابكم شماسين اليوم ما شاهدناكم مقطع جديد مقطع لنا شباب عن لحظة اعتقال الرئيس السابق عزيز وإيداعه إلى السجن، ويا للأسف الشديد. يقول سابق نبدأ بمقطع شباب، فجرنا زر اللايك، والناس اللي ما مشتركة في القناة تنزل تحت الاشتراك، ولا نقيس فاصل قصير ومن بعد فاصل نبدأ الفيديو وبسم الله. عيد مولانا فوق ايديهم، كلمة مولانا فوق كلمتهم. ان تنصروا الله فلا غالب لكم، والله الله راشد. اذا نحبس راشد ولا خلاص راشد. كيس ايه تتكيس حشوي حشوي الله ينصرك. امناكم مولانا امناكم. اوكي يا شباب، شفتوا معانا هذا الفيديو الدني الرذيل، العمل اللي معدل الحكومة الموريتانية للرئيس السابق محمد بن عبد العزيز. والله ذمه والله الا واجعة وواجعة وواجعة، وكامل التضامن مع هذا الشخص اللي ينقال له محمد بن عبد العزيز الرئيس السابق الموريتاني. هذا اللي يعدل العزيز والله ذمه والله الا مستنكرينه ومن الدين به ورافضينه تماما. هذا ظلم ولا يتواسى نهائيا. هذا الراجل ما يستحق عليكم ابدا تعدلوا له. هذا الراجل رئيس سابق الموريتان، وهذا اللي عدلتوا له يقلل من هيبة الدولة، مع ان موريتانيا قاع ما هي دولة، غير بعد ذاك اللي خالق منها والناس تقولنا دولة. هذا يقلل من هيبتها اذا عاد تصل قاع عندها هيبة. هذا الراجل يا جماعة الخير احكم موريتانيا 10 سنوات، ويا للاسف الشديد هذا اللي معدل له كامل تصفية حسابات لا أكثر ولا أقل. هذه المهزلة يا جماعة الخير بدأوا فيها السنة الماضية، وعزيز يدخل وعزيز يخرج واسمه طاح التراب وكذا وكذا، وتعبنا فيها ومردة ما توفى ولا تسحى، وراعيهم هم اللي بادين فيها هذه السنة، ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. غزوان إلهي توفى مط لوله، هو اللي عزيز دخل وعزيز خرج وعزيز مشى وعزيز انسجن وعزيز كذا. يا أخوتوني وفونا من القضية يلي ريحنا منكم إن شاء الله، وفونا من القضية يلي ريحنا منكم إن شاء الله، وفونا من القضية يلي ريحنا منكم إن شاء الله. هذا الراجل ما انكم محاكمينه ولا انكم طالصينه ولو سبوا وحده، وفونا من قضيته هذه يلي ريحنا منكم إن شاء الله. هذا اللي عدلت له ما يتواسى ولا يتواسى، وشوين وفضيحة لكم انتوما، مع انكم انتوما اصلا من مداركم مفضوحين ومن يومكم مفضوحين ودورتم ولا فضيحة والعياذ بالله. قابضين الرئيس السابق ومخلين بينهم على الصنادرة اللي ما عندهم اخلاق نهائيا، ويا للاسف الشديد صنيدري قاعد يتجسس على كلام الرئيس اللي قاعد يقوله المحامي. هذا ياخذوني من الدناء شنو، والله يذمه والله اللي فضيحة لهذا الصنادرة، ويا للاسف الشديد. وهذا الصنادرة انا حقا هون لا يسمحوا لي نقول على انهم سوء ولا هم بشر ولا هم شيء. انتم ميدان قال لكم تمشوا شو الرئيس السابق وتحكموه وتجيبوه، تعاملوا هذه المعامله لاش؟ تعودوا قاعدين تتجسسوا عليه وكذا. الراجل ما فات تثبت عليه شيء يسوى وجهه لحد اللحظه، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. هذا الراجل بريء لحد اللحظه، ما فات ابدا اثبت عليه على انه سارق، وهم قابضينه بهذه الطريقه ومركبينه في سياره صنادره وشنو ياخذوني عالم مولانا. يا هذا اللي غريب وعجيب. هذا الراجل يالتكم تركبوه في سياره تعود مقفوله ولا تعدلوا هذا، وكان يالتكم قابله صح تخلوه يمشي في سيارته هو. هذا اقل شيء يالتكم تعدلوه له، تحترموا هذا الراجل به اللي كان رئيس سابق، ولا يالتكم ابدا تعاملوا بهذه الطريقه وتعدلوا له هذه النوعيه. يقول ويا للاسف الشديد انتم ما لكم شيء ولا منكم شيء ولا لا حول ولا قوه الا بالله. وهو هذا كامل يستاهلوا به اللي هو اللي قبلكم انتم ووكلكم وشربكم واعطاكم وفقر الشعب وخلى الشعب وجوع الشعب، وفي النهايه والعياذ بالله ذكم انتم حميتوا عليه، ونحن اللي عدنا واقفين نتضامن معه. والله ذمه والله يا عزيز اللي تستاهل هذا اللي انت فيه، وتستاهلوا وتستاهلوا وتستاهلوا. يقير مع هذا كامل نحن لا نقول اننا متضامنين معاك، كامل التضامن معاك. انت ما لك لا تحاكم نهائيا، هذه تعرفها. موريتانيا ما فيها محاكمة عادلة اطلاقا، ولا فيها قانون ولا فيها شيء. عزيز ويا للاسف الشديد
لا يحاكم اليوم كيف ما يقولوا هما ويدور يقيس سجن بير مقرين واخباره راي وفات. ولا لا حول ولا قوه الا بالله. فياك ما نطول عليكم يا شباب، خلونا نقيسوا اخر فيديو نشوفه. فيما يخص المحكمة كافة الإجراءات فعلا هي محكمة معتبرة إنها سابقة في بلدنا وبكرة، وإن كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها في هذا الميدان. تكلم الأخ إني اشتغلت في العشرية، فعلا أنا قاعد اشتغلت سابق العشرية، اشتغلت من 1995 موريتان كأستاذ جامعي، كمنظم للشعب العلمية، كمدير في التقنيات الجديدة، كمدير عام، كرئيس، وإن شاء الله هذا فخر لي أني نخدم بلدي من أينما كنت. نختار نقول عن الإجراءات التنظيمية الدور التخلي تم تنظيمها كاملة بصفة عامة. نختار نقول عن الإجراءات تم اتخاذها كاملة من أجل تنظيم المحكمة، تعود محاكمة شفافة لائقة على مستوى بلدنا أمنيا، والصحافة الدور إن شاء الله تعود علنية، والصحافة عندها الحق في الدخول في مصدر إجراءاتية. فيما يخص النقل ما عندي المعلومات بها، غير مبدئيا نقلها عبر التلفزيون مبدئيا ما عندي معلومات تقبل عليها، غير مبدئيا النقل عادة، ولا كل هذا يخص العدالة من فسير التحدث، غير عادة ما لي علم به. اوكي يا شباب، سمعتوا معانا الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني والسروقة براس كيف صفية الطحين. هذا السارق يا جماعة الخير قاعد يكذب نوع من الكذب ما هو معقول ابدا، وقاعد يقول لكم المحاكمة ان شاء الله الدور تعود علنية والصحافة يدور يجوا، وعاقب هذا يقول لكم في النهاية ما نعرف اذا كان لا يتعرض على التلفزيون وكذا. من ادم يخطوني عالم ولا غريب وعجيب، والعدالة ما نعرف اذا كانها لا تسمح بذاك والله ما كذا. الله يذمه والله يا هذا الادم الا زفاط ولا سارق ولا خطير ولا تفو به ولا ما خارج شيء اخطر منه. قاعد يقول لكم انا اشتغلت قبال في العشريه واشتغلت سابق ذاك وكذا. ايوه انت اشتغلت في العشريه اللي ريحنا منك ان شاء الله. 10 سنوات كريتهم قاعد تجري تحت عزيز وتصقل له كرعيه وتحب كرعيه وتحب راسه وتصقل له عايله وتسكت له شاشرته ولا قط ابدا. تكلمت في شيء شنو وقاعد عليه لا الشكر عزيز. الله تعود قاعد تتكلم عن محاكمته ومحاكمه عالم مولانا يا هذا بنادم الا خطير ولا سارق ولا مفسد ولا تفو به. اقسم لكم بالله يا موريتاني لو كانت دولة يا هذا بنادم اللي يعود لارك اتعفن ويخمر وخنز في السجن. يا قير ويا للاسف الشديد موريتانيا ما هي دولة، هذه حقيقة لا بد من تعرفوها. هذا بنادم والله يكون ماني قاعد نقول لكم عنه اسرق من عزيز. يا قير بعد هذا بنادم للي يعرف من السرقة ما يعرفه انسان نهائيا. هذا بنادم عنده 40 دار بتفرق زينه. هذا بنادم يا جماعة الخير لم الفساد عدل في البحر ما هو شيء تصوروا عقلكم اطلاقا. هذا بنادم اكبر مفسد في موريتان، ولذلك ذا كامل اللي قال ما خالق منه اسبوع ده. وصراحة ان احنا هذا ما عندنا دولة ولا عندنا حكومة، هذه حقيقة لا بد من تعرفوها. هذا بنادم يعود لك مديور الناطق الرسمي باسم الحكومة بصفته باش الا سارق وتوف، وهما اي رقاش كامل سارق ومفسد ومخزي يقبلوه ويعطوه احسن الوظائف ويديروه الفوق ويديروه بعيد. والناس الصلي نزيهه واللي ما قط كانت شي سوى شنو مولها ذيك بدي ما هباس ذيك تنفصل وذيك ما توظف وذيك ما تنقبل ولو اسبوع واحده. هذا هو اللي قايم عليه موريتان. وذا كامل اللي قاعد يعدل العزيز لا تصفية حسابات لا اكثر ولا اقل. يقولوا كانت المساله ما هي تصفيه حسابات، يعود الناني والسروقه هذا ومثاله من الناس يعود ضرك في السجن. واصلا الناني والسروقه هذا ومثاله من الناس ما يغلطهم قاعد يحاكموا به اللي هذو فسادهم واضح للناس كامله، ويغلطهم مباشره لا ينقبضوا من ديارهم وينزرقوا في السجن وفاد اخبارهم ما تلاقوا يخرجوا من السجن للابد. هذا هو اللي يغلط ويعدلهم. يغير ويا للاسف الشديد موريتانيا ما هي دوله. موريتانيا يا جماعه الخير اتم لا موريتانيا. في النهايه ما عندنا يكون نقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب. وهذا يا شباب كان هو الفيديو، ان شاء الله ما كنا طولنا عليكم وان شاء الله تكونوا استمتعتوا وشوفوا مع المقطع. شاركونا اراءكم يا شباب عن الفيديو وقولوا لنا يا اخوان اذا كانكم انتم مصدقين كلام الكذاب الناني والسروقه اللي قال على العزيز لا يحاكم محاكمه علنيه، والله ما كنتم مصدقين كلامه نهائيا. شاركونا اراءكم يا شباب تحت في التعليقات واضغطوا على اللايك واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.